تتعامل السلطات التونسية بحذر مع ملف آلاف المقاتلين التونسيين في صفوف داعش، في حين تطالب عائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني بتعامل حكومي أكثر جرأة مع هذا الملف. تعتبر تونس أكثر دول الربيع العربي استقراراً ومحافظة على مؤسسات الدولة. انتخابات ناجحة وتداول سلمي للسلطة لم يمنع تونس من تصدير العدد الأكبر من المقاتلين في صفوف الجماعات المتطرفة الناشطة بسوريا والعراق. غروا بهم في سن صغير، ثقافتهم محدودة، وغروا بهم مشاو العراق. ربي يهديهم، وإن شاء الله الدولة متاعنا يروحونا بوليداتنا كلها نطلبوا منهم. وأنا عندي ثقة في دولتنا الجديدة باش تقف معنا وباش تروح لنا بأولادنا باش تمسح لنا دموعنا. احنا رانا تعبنا برشا. بعض جمعيات الإغاثة تحمل جزءا من المسؤولية للحكومات السابقة لتساهلها مع وزراء ودعاة حرضوا الشباب صراحة على التوجه إلى سوريا. قبلنا السي العبدولي كاتب دولة للشؤون العربية، فما كلام جميل، لكن نحكيو على ملامسة الواقع شيء ما تغير. إلى يومنا هذا نحكي لك احنا كجمعية وكعائلات ملمسنا حتى تغيير، وصلتنا حتى رسائل إيجابية. بل نضيفك أكثر من هكايا، نذكرك اللي فما وزير سابق في الترويكا اللي هو نور الدين الخادمي اللي حرض شبابنا الذهاب إلى المحرقة بسوريا في خطبة رمضان 2012. إلى يومنا هذا مازال يخطب في جامع الفتح. على أي تغيير نحكيه؟ ويبقى هذا الملف من الملفات الحارقة التي تواجهها حكومة الحبيب السيد، والتي تتطلب تغييرا دبلوماسيا وأمنيا. أكثر من 3000 تونسي توجهوا للقتال في صفوف داعش، منهم من قتل في المعارك الضارية، ومنهم من يقبع منذ سنوات في السجون العراقية والسورية، في حين اختار بعضهم العودة إلى تونس، مما يجعل السلطات أمام تحدي التحكم في عودتهم بأفكار جهادية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.